الجديد معانا في حلقة اليوم اعتقال أحمد أبو زيد اللي هو الشهير بمدرس لغة إنجليزية مع قناة تتراوح 8 مليون مشترك على اليوتيوب، بيدي دروس أونلاين. معانا ظهرت مستجدات جديدة في الواقعة دي، وفي الناس اللي طالعة طبعا بتأيد إن تم اعتقال أحمد أبو زيد. بس هقولها لكم في نهاية الفيديو، ولكن في بداية الفيديو كده خلينا أقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. بذكر حضراتكم يعني للي حابب يضغط لنا لايك على الفيديو ووصل الفيديو لأكبر عدد من الناس أكون شاكر ليه جدا، واللي مش حابب أيضا أكون شاكر ليه جدا. ولكن الفيديو بيتكلم أيضا على اعتقال ريفالدو اللي هو الناس طلعت تتكلم عنه طبعا، وتداول ليه أخبار على السوشيال ميديا وجميع المواقع إن تم اعتقاله. ناس كتير طالعة بتبرر الموقف، هو ليه اللي بيتكلم كلمة حق يتم اعتقاله ليه في مصر؟ وناس طالعة بتقول هو ريفالدو لاحق بأخوه يوسف ريعو. يوسف ريعو ده اللي طلع ريفاردو أو ريفالد في يوم من الأيام على حضراتكم، وقال إن الشرطة المصرية أخدت أخويا يوسف ريعو من وسط البلد، واحنا مش عارفين له مكان وبندور عليه ومش عارفين نوصلوا له، واخويا ملوش في السياسة، اخويا ملوش في الكلام ده خالص. ولكن بعديها طبعا بعد ما تحروا عن يوسف ريعو اخو ريفالدو، خد 15 يوم وطلع براءة، يعني طلع حرا طليق، راجل نظيف معلش اي حاجة. ولكن اللي ظهر في ريفالدو انه هو كان الجمرة الكبيرة والكتلة الكبيرة والهبو من ريفالدو، مش من يوسف. ده طلع حكاية، طلع قصة، طلع حدوتة لوحديه. لما واحد زي ده او شاب زي ده يكون من اصل سوري، سواء من اصل سوري او من اصل تركي او من اصل يمني او من اصل مصري، مش هي القصة ولا هي الحدوتة، ولكن انا بقول لحضراتكم يعني معلومات عنه يعني بأدق التفاصيل. ان هو اصل سوري، الوالد والد سوري، ولكن نشأ وترعرع على الأراضي المصرية وداخل الوطن المصري، اللي هو طالع طبعا بيشعل الفتنة من داخل الوطن المصري، بيحرض الشعب على النزول والمظاهرات، بيحرض الشعب ان يستعمل كل وسائل العنف ضد النظام، بيحرض الشعب على اسقاط النظام. يعني حاجات احنا ما شفناهاش في يعني ده لا منطق ولا عقل يعني. يعني اسلوب غير محترم، اسلوب غير مهذب. هو طالع كده يعني بيقول انا هعمل فتنة، طالع كده بيقول انا هعمل فتنة. ولكن الناس طبعا متخيلة ان ريفالدو ده طالع بيتكلم عن حال البلد وعن اقتصاد البلد وعن الناس اللي مش لاقية تاكل ولا تشرب في البلد وعن ارتفاع الاسعار. ما ياما ناس كتير بتطلع وبتناشد القيادات وبتناشد الحكومة، ولكن في رقي وفي متطلبات بالادب. ولكن انا شخصيا شاهدت جميع فيديوهات ريفالدو ده، فيديوهات في منتهى البشاعة، في منتهى الكراهية، وفي منتهى العنف. عشان في ناس بتكتب لي في التعليقات هنا انت لو مش هتقول كلمة حق من الافضل انك تسكت. طب ايه الحق اللي انتوا عايزينه يا سادة يا محترمين؟ يعني انا مش بقول لحضراتكم شاهدوا الفيديوهات، يعني انا مش بروج ليه يعني. انا شخصيا شاهدت الفيديوهات. انا لو معترض على نظام البلد والوضع الحالي، فعمري ما هتكلم بالاسلوب وبالنهج بتاع ريفالدو ده، ولا مش مش كده خالص. يعني اسلوبه هو كده. طبعا هو شكله قريب من البطل المجاهد اللي حرر سوريا كما يعتقد البعض، يعني احمد المنصور شكله مقرب منه. لان احمد المنصور في نفس التوقيت يعني طلع واتكلم قال انا مش قلت لكم ان مصر بتعتقل الشباب عاطل في باطل، يعني دون وجه حق، يعني معناها عاطل في باطل يعني دون وجه حق. يعني ان تم اعتقال يوسف ريعو، وبعدها تم اعتقال اخيه ريفالدو ريعو. طيب يوسف ريعو طلع خد 15 يوم ومعلش اي حاجه، ربما يكون مشكوك فيه وده الطبيعي يعني.
ده الطبيعي وده العادي، ولكن ريفالدو ظهر أمام حضراتكم بالمنظر اللي هو لا يُوصف، لا يُوصف. وهنا تم اعتقال فعلًا وتحية شكر واحترام وإجلال ل الحكومة المصرية ونيابة أمن الدولة اللي هي أعلنت بالخبر. ولكن في نهاية الفيديو ده طبعًا عايز أقول لحضراتكم زي ما وعدت حضراتكم في بداية الفيديو، آخر مستجدات عن اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد. طلعوا اتكلموا عنه إن تم اعتقاله بعد ما تم طبعًا إخفاؤه عن ساحة السوشيال ميديا 24 ساعة. طلعت الناس تداولت الخبر إن ده تم اعتقاله. طب اعتقاله ليه ومين قال لحضراتكم إن هو اعتُقل يعني؟ وعملت فيديو أنا اتكلمت فيه، قُلت ربما يكون في بعض الأمور يعني أو بعض الأخطاء في أي حد ممكن يكون عليه قواضي مثلًا مخالفات بناء، مخالفات أي مخالفات أيًا كانت يعني، كلنا بنتعرّض للمخالفات دي يعني، أي قضية من القواضي يعني ربما يكون عليه مثلًا مراته رافعة عليه نفقة، أي شيء من الأشياء، كان في مشكلة. ولكن الناس خدت الخبر إن هو تم اعتقاله، الناس قررت كده إن تم اعتقال أحمد أبو زيد. طيب الجديد يا سادة يا محترمين إن أحمد أبو زيد طبعًا تحوّل لمبلغ ضخم جدًا عن طريق البنك وعن طريق حسابه بالدولارات، فراح يصرف المبلغ ده وكان في مبالغ من قبليها برضه تم صرفها من قبل اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد. الحكومة شكّت في الأمر هنا إن هو ممكن يكون بيتاجر في العملة، فلذلك تم القبض عليه وجاري معاه التحقيقات في النيابة حتى الآن. والنيابة أمرت طبعًا بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات حتى أن تكتمل التحقيقات وتبان الحقيقة كاملة. ولكن بعيدًا عن إن هو تم اعتقاله والكلام ده كله. ومن الطبيعي إن الحكومة أو أمن الدولة أو القيادة المصرية أو رجال الشرطة يشكوا في أي أمر ويتم التحقيق فيه، وبعد كده مُدان هتاخد ما تستحقه، مش مُدان هتطلع براءة. وده الأمر الطبيعي يعني سواء كان في مصر أو في أي حتة غير مصر. فحفظ الله مصر شعبًا وجيشًا ورئيسًا، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.